السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بفيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله هتعجبكم. جايبه لكم كده طريقه بسكوت هتعجبكم قوي بطريقه حلوه، والحشوه كمان هتكون جديده بالنسبه لك وحاجه في منتهى الجمال. بس اهم حاجة نتابع الفيديو للآخر، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتوش في القناة عشان يوصل لكم كل فيديو انا بعمله. وما تنسوش تعملوا مشاركة لكل حبايبكم. وتعالوا بقى نشوف الجمال والحلاوة دي. بسكوتة حلوة قوي هتنفع لللانش بوكس، تنفع الافطار، تنفع العشاء، وكمان الحشوة جديدة وحلوة قوي ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول على الوصفة. في البداية كده هجيب عندي هنا نص كوباية من السكر المطحون، السكر الأبيض المطحون. وكمان عندي هنا نص كوباية من الزبدة أو السمنة، لو انت حابة زبدة ماشي، السمنة تمام مفيش مشكلة. تمام، هبتدي ان انا اضربهم مع بعض كويس قوي بالمضرب العادي لحد ما اللون بتاع القوام ده يفتح تماما معايا اهو. تمام كده، انا عايزة اللون ده. هنزل عندي هنا ببيضة بدرجة حرارة المطبخ، وكمان عندي كيس من الفانيليا، وكمان نص معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وكمان 3 معالق كبار من الزيت. وهبتدي اقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه لحد ما كل الحاجات دي تختفي عندي. تمام. في البداية انا هبتدي احط كوبايتين من الدقيق، واخلي نص كوباية على جنب. النص كوباية دي هحطها بالتدريج بعد الكوبايتين، يعني انا هحط كوبايتين واقلب المكونات بتاعي، وبعد كده هسيب النص كوباية على جنب. تمام. نبتدي ان احنا نلم العجينة، احنا مش بنعجن، احنا بنلم العجينة لحد ما توصل معاكي كده بالقوام ده. عجينة ما بتشققش، وعجينة حلوة معايا. هغطيها كده بكيس تلاجة وهحطها في التلاجة لحد ما اجهز الحشوة بتاعتي. عندي هنا كوباية من السوداني المجروش، اكون مكسراه كده، يكون مطحون في الكبة. وهضيف عليهم 3 معالق كبار من المربى، اي نوع مربى انت حباه. انا حطيت هنا مربى التين. وكمان هاخد معلقتين كبار من العجينة بتاعتي اضيفهم على الحشوة دي. تمام.